بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حلقة جديدة من النسيات، ومعانا حلقة مهمة جدا جدا جدا. بصي في ورقتك أو بص في ورقتك، مصطلح عام كده بيدل على الرضا لمن يرضى. ربنا بيدي الرضا ده للناس الراضية عن حياتها. أنا ما بحبش كلمة اشمعنى، وأبويا الله يرحمه وأمي كانوا دايما يقولوا لي ملناش دعوة بالناس بتعمل إيه، خليكي مركزة وفوكس على حياتك انت. انا لازم ابقى مركزه على نفسي، على حياتي، على علاقاتي، على بناتي، على شريك حياتي، على اي حاجه تخصني. انا لو ركزت في حاجات في حياه ناس تانية، طب انا هوصل لايه؟ ولا حاجه. النتيجه هتبقى لم ينجح احد. انا هفشل في حياتي وهبقى على طول مش راضيه. هو ده تحليل كلمه بصي في ورقتك او بص في ورقتك. بصي في ورقتك يعني ايه؟ يعني مالكيش دعوه فلانه متجوزه وانت لا، مالكيش دعوه فلانه راكبه عربيه شكلها ايه وانت لا، مالكيش دعوه. ومش بكلم الستات بس، انا بكلم كمان الرجاله اللي طول النهار بيشتكوا ان انا مراتي بتعمل ومرات صاحبي ما بتعملش ومش عارف ايه. ملناش دعوه، خلينا مركزين في حياتنا. تركيز في حياتنا ده هيخلينا نوصل لحاجه مهمه جدا في الحياه، اللي هي نجاح الحياه، سواء الزوجيه، سواء العمليه، سواء حياتي مع اصحابي، سواء حياتي مع بناتي. بصي في ورقتك دي كمان بتخليكي ما تحسيش بانك متضايقه او زعلانه على حالك. انت راضيه بحالك، راضيه بان انت راكبه عربيه مثلا مش اخر موديل وغيرك راكب اخر موديل. ما انت مش عارفه برضو الباكج اللي واخده غيرك واخده مقابل ايه، ربنا اخد منه ايه واداله ايه. يعني دايما اقول اللي عايزه تبص على عيشتي وتقول دي عندها وعندها وعندها، او اللي عايز يبص على عيشه واحد صاحبه او قريبه اللي هو غني جدا وانا مثلا حالي مش قد كده، يشوف هو برضو ربنا مديله ايه قصاد ايه وواخد منه ايه عشان يديله ايه. فبصي في ورقتك دي منهج حياه. الرضا لازم نبقى راضيين عن حياتنا، راضيين عن عطاء ربنا، راضيين عن الرزق اللي بيجي لنا. مش فلوس بس، فقير اللي عنده فلوس بس، لكن لازم نبص دايما ونعمل فوكس ونركز على حياتنا احنا. ده مهم جدا في الحياة دي. مش لازم بقى خبرة حياة دي لازم تحطوها في ولادكم من وهم صغيرين. يعني ما فيش حاجة اسمها صاحبي راكب عربية مش عارف ايه، وصاحبي عنده ده ايه، ومش عارف مين مسافر رحلة يعمل سكي. ملناش دعوة، احنا ملناش دعوة. عارف منتهى اللي ملوش دعوة. انا دايما اقول كده، انا ماليش دعوة، انا مبسوطة بحالي، مبسوطة بعيشتي، مبسوطة بعربيتي، مبسوطة بلبسي، مبسوطة ان انا ماشية على منهج اللي هو بصي في ورقتك او بص في ورقتك. منهج الرضا ده حاجة مهمة، من اهم الحاجات اللي ممكن بني ادم يحسها. والرضا سعادة. السعادة في الرضا. اول ما انت تبقى راضي عن حالك، راضي عن شخصيتك، راضي عن اخلاقك، راضي عن عيالك، راضي عن رزقك، صدقني هتبقى سعيد جدا. ودي كانت حلقة جديدة بعنوان بصي في ورقتك. وخصوصا ان الورقة ما بتبقاش ورقة بس، ده بيبقى في الاخر كشكول كبير اللي هو منهج الحياة. فالرضا لمن يرضى. اشوفكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد في النسيات.